السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل ساندوي ماكدونالدز. بجد خطير واحلى كمان من المحل بكتير. وكده كده احنا مقاطعين بس بجد طعمه خطير. لبن وكريم كراميل وكريمة، 3 مكونات. هنبدأ الاول ان احنا نحط كوبايتين لبن عليهم كيس الكريم كراميل. هنقلبهم الاول البارد ونضيف عليهم معلقة عسل كبيرة، وبعد كده ننقلها على نار هادية، نقعد نقلب لغاية ما الخليط ده يتقل ويبتدي يغلي كده. هنسيبه حوالي 4 دقايق وبعد كده نطفي عليه. وننقله لطبق ونحطه في التلاجة يبرد. لازم يبرد عشان احنا هنضيف عليه كريمة، ولازم الكريمة عشان تتقل لازم الخليط ده يبقى شبه متلج. بعد ما الخليط عندي برد كده اهو، يعني كنت انا حطاه في الفريزر اصلا، فبعد ما اتقلبت عليه كوباية كريمة، كوباية كريمة خام، او ممكن ظرفين من كريمة بريم. وهفضل ان انا اضرب فيها لغاية ما القوام عندي يتقل ويزيد كده. اول ما الخليط خلاص يتقل ويزيد برضو هغطيه واحطه في الفريزر تاني ساعتين. وبعد كده اخرجه من الفريزر اول ما يتلج كده، وابدأ ان انا افك التلج ده بالمضرب برضو. و اول ما يتكون معايا الخليط كده ان هو يبقى تقيل ويطلع على المضرب كده، يبقى كده جاهز واتكون خلاص. هجيب بقى كيس الحلواني وابتدي ان انا اغرف في الكوبايات. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ بجد تحفة وطعمه جميل جدا وغني جدا. هبدأ ان انا احط الصوص. كان عندي شوكولاتة وكراميل، بجد فظيع. شايفين القوام بتاع الايس كريم عامل ازاي؟ شايفين المطة بتاعته؟ بجد خطير وينفع في الحر اللي احنا فيه ده. اعملوه للاولاد هيعجبهم جدا. جربوه وقولولي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.